ما نبدأ به كلامي الصلاة على النبي صلى الله عليه. حبيت نبدأ لكم بالنتيجة قبل الوصفة باش تشوفوا، باش يعني تتحمسوا وتشوفوا لي الوصفة كيفاش جات. اليوم جبت لكم درت المحاجب بطريقتي، جاو بزاف هايلين البنان. نورمالمون الصورة راهي تشرح نفسها كيما راكم تشوفوا هكذا. حبيت كيما قلت لكم نبدا يعني بالنتيجه هكذا باش نحمسكم شويه باش ديروا لي هاد الوصفه. بون، لهاد المحاجب اول شيء المحاجب لاستيس تاعهم يعني هي السميد. يكذب عليك لو كان ديري الطريقه اللي تحبيها، لو كان يكون سميد عيان ما راح تنجح لك. بسم الله نبدا في الوصفه. اول شيء راح نديروا العجينه. انا بديتها العشيه. شوفوا نديرو 2 كيلات نتاع فرينه مع 2 كيلات نتاع سميد. درت شويه 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 نتاع ملح كامل فيهم، سينو نديرو يعني قيس السميد اللي درتوه مغيرفه ولا ما على باليش، المهم تملحوا قيس الملح نتاعكم. ومن بعد درت مغيرفه تاع قهوه تاع خميره تاع الكاطو، هي اللي راح تبنبن لكم هذوك المحاجب نتاعكم. نفس العجينه اللي ندير بها المسمن. هنا كنت غليت الماء، غليته ومن بعد درت فيه ساشي. بعد ما نحيته فوق النار درت فيه ساشي، غطسته مليح حتى وين ما سخون، رفد ليه هذاك الماء شويه. ومن بعد نجي ندير فيه العجينه كما شفتوا. العجينه جوست رونتها برك وخليتها نخلوها شويه يابسه ونخليها تريح. قلت لكم درتها الحشيه وخليتها. ديروها بكري وخليوها. شوفوا تعجن روحها في روحها كي نديروها في السميد هذاك السخون، عفوا في الساشي السخون هذاك السميد تاعنا، سورتو اذا كان شباب راح يعجن روحه. ومن بعد هنا تحبوا تعجنوا بيديكم، سينو تعجنوا بالبيتخان كيما انا درتها. دارت شويه في البيتخان ما طولتش بزاف، يعني غير شويه واحد 10 دقائق ولا بالبيتخان، سينو ربع ساعه بيديكم ولا. هي ديجا كانت معجونه خليتها زادت تعجنت مليح. شوف هنا انا كي درت لها فهكذاك شغل ما خليتهاش يابسه بزاف. هنا اذا شفتوها مخصوصه ما زيدوا لها الماء وهي راهي تتعجن. انا شفتها هذيك هي صافي عجنتها برك، ما كانش مخصوص لي الماء. مانيش حابه تجيني شغل مطلوقه بزاف باسكو من بعد ما تنشد ليش. هنا نجيبو بلاطو ولا نجيبو اي عفسه اللي راح طبسي كبير ولا ليسونسي اللي راح تحطي فيها، ندهنوها بالزيت هي الاولى. ندهنوها كامل على الجوانب ومن تحت وكامل باش ما تلصقليش هذيك العجينه. ونجو نديرو يدنا في الزيت ونبداو نقرصوهم هكاك صغار صغار كيما شفتوا، وندهنوا من الفوق ومن تحت الزيت كامل، وندير لهم ساشي نغطوهم بيان باش ما يقيسهمش الهواء ويبسوا لي، ونخلوهم يزيدوا يريحوا لو طون اللي نديروا تكتوكه وتبردوا منا. شوفوا هنايا انا جيت هنا نخبز، وريت لكم وحده باسكو كنت في دارنا هنايا، خدمتهم في دارنا وما ديتش معايا صوالحي تاع التصوار وكذا. صافي ما صدقش كيفاش نبقى يعني نفيلمي لكم وكلش. كانت اختي شادت لي التليفون. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا ما ساعدتنيش بلون دو ترافاي، عفوا ما ساعدنيش. خبزت برا في الطابونه يعني ماشي في الكوزينه باسكو سخانه بزاف، وكانت هذيك اللوحه اللي نخبز عليها شويه صغيره على العجينه اللي درتها. شوفوا خرجت لي يعني ليسونسيال. كسلي كيما تحبي، كسلي البلون دو ترافاي اللي تخبزيه فوقو لازم يكون رطب هكا باش ما تقطعليش. انا شويه كانت هذيك اللوحه شويه كيما راكم تشوفوا مضروبه، صافي شويه وبدات تقطع لي في العجينه نتاعي. نديروها على زوج كيما شفتوا، نطبقوها على زوج قبل ونزيدو نرقوها با ما تجينيش با ما يجونيش المحاجب تاعنا اخشان. كاين اللي يديروها يفتحوها يعني مدوره ويحطوا تكشوكه هكاك راح تخرج لكم، حتطرطق من تحت وتخرج لكم. لا نديرو هكا يسمى رانا دايرين تكشوكه على 3 طبقات، ومن بعد نغلقوها بزوج طبقات تجينا بارفي. هنا نديرو التكتوكه تاعنا ما كنتش صورتها لكم. نورمال درت البصل في الاشواغ رحيتو بيان، ومن بعد درتو تقلالي مليح مليح فوق النار. كي شفتو كاع نشوف من هذاك الماء تاعو تقلى، درت له الزيت الملح شويه فلفل كحل شويه فلفل احمر وخليته زاد تقلى بيان بيان. بعد درت معاه طوماطيش ثاني رحيتها في لاغاب. ومن بعد خليت درت لهم معاهم شحمه باش تعطيني لوغو. حبيتو ديروا الحار ديروا. ومن بعد خليتها يعني جمرتهم طفيت عليها. هنايا كيما شفتوا درت تكتوكه. انا ما عنديش الحار، درت فلفل دريس، درت شويه من الفوق شويه فروماج اختياري. ومن بعد نجو نغلق من الجهتين
ومنها وين مفتوحه نعبص باش تغلق لي بيان. هنا انا ما كانش عندي بابي كويسون، انا موالفه نرفدها بالبابي كويسون باش تقعد لي كيما نديرها. تقعد هكذاك بالبابي كويسون. هنا ما كانش عندنا في دارنا البابي كويسون، كان خلاص. الوغ سييت نرفدها بيدي. نتوما باش تخرج لكم بيان تخرج لكم هايله وترقوها فوق البلان دو طرافاي تاعكم، ترفدوها بالبابي كويسون تجيكم هذيك هي. ديروا الزيت في الطاجين ونخلوها طيب ومن بعد ندير لها الزيت من الفوق. شوفوا كيفاش راهي تتبن باللي من الفوق. هذه معناتها الوصفه تاعكم ناجحه. وهذه تاني كي درنا لها الخميره. شوفوا هنا بعد ما نشوفوها بدات طيب نجو هنايا نقلبوها. هاي ناشفه شويه من التحت. انا ما نحبوش نديرهم مزيتين بزاف باسكو يجو شغل يوجعونا في الاستوما كلش. ندير شويه تاع زيت من الفوق هكذا برك ونقلبها حتى ما طيب على الجهتين ونكمل. نحيها ونكمل كامل بنفس الطريقه. هنا يعني اختي يدها وجعتها من التصوير. الوغ صورت لكم حبه برك ونورمالمون الطريقه راهي واضحه. هنا بعد ما كانت سخونه ما قدرتش نقسمها. شوفوا حبيت زعما نقسمها لكم نوريها لكم كيفاش جات. مي كانت شويه سخونه وليت نقسم فيها يعني بالسيف. شهيتكم في الجنه يجو بزاف بنان. انا ما نحبش البصل هذاك اللي يجي شغل نقطعوه بالطول ومن بعد يجي باين الداخل هكاك وتحسوه في فمكم هكا يغلب. انا ما نحبش هكذاك، نحبها هكذا يعني البصل والطوماطيش كلش مرحب بيان. هادو هما المحاجب تاعنا ان شاء الله يكونوا نالوا عجبكم وتجربوهم اكيد تعطوني رايكم فيهم. انا نبقى لي غنقول لكم شهيتكم في الجنه ونتمنىكم تجربوا هذه الوصفه ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين سلام.